انطلقت أشغال التهيئة الخارجية لمصنع السيارات للعلامة فيات بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران بعد تنصيب المقاولات المكلفة بعملية التهيئة للمساحات الخارجية للمصنع. التهيئة تاع لو نيميرو 3 خدمة فيه تم التطهية تاع المياه، لاليمونطاسيون نو بوتابل، لو كور دو شوسي، لي طرافو دو فيتمون، لو ريزو انسوندي. الأشغال أسندت إلى 3 مقاولات بمدة إنجاز لا تتعدى 6 أشهر. تكلفة الأشغال تقدر بحوالي 260 مليار سنتيم. رانا دايرين الألياف البصرية وراهي مربوطة منذ 1 عامين، وراهم عندهم 100 ميجا ديبي. الحمد لله سي ان دوزيام ايتينيغير اللي راح يكون ان شاء الله في الايام القليله ينطلق المشروع. التاكيد على استكمال الاشغال بالمقاييس والمعايير المطلوبه وربط المصنع بمختلف الشبكات الضروريه مع تسليمها في اقرب الاجال. سنقوم بتسخير كل التجهيزات ان شاء الله لتكملة المشروع قبل نهاية السنة إن شاء الله وقبل افتتاح مصنع فيات إن شاء الله. اتفقنا مع المقاولين كذلك من أجل العمل ب3 في 8 والاشتغال ب3 دوريات يومية، واتفقنا كذلك على أن تكون الأشغال في الوقت المحدد حتى نسمح إلى الشركة بالدخول في عملية الإنتاج إن شاء الله في الوقت المحدد وهو آخر السنة إن شاء الله. الدولة الجزائرية ستوفي بكل التزاماتها والوعود اللي أعطتها، ونظن باللي باش تواجدنا اليوم من أجل تنصيب المقاولات اللي تقوم بالتهيئة الخارجية لهو أحسن دليل على وفاء الدولة الجزائرية بكل الالتزامات نتاعها. المنطقة الصناعية طفراوي تربع على مساحة 576 هكتار، منها 120 هكتار مخصصة لصناعة السيارات، كذلك منها 40 هكتار مخصص لصناعة الشركات أو المناولة في إطار صناعة السيارات. للإشارة تتوفر المنطقة الصناعية بطفراوي على وعاء عقاري سيسمح بتلبية حاجيات أزيد من 170 مؤسسة صناعية، وعملية التهيئة والربط بالشبكات الحيوية سيسهم في رفع نسبة الإدماج المحلي الخاصة بالصناعات السيارات والصناعات الميكانيكية التي تدخل في إطار المناولة.